اقتراح غريب من نائب في مجلس الشعب اسمه مجدي الوليلي. النائب يعني اقتراح بسم الله ما شاء الله عليه قوي. يعني الاقتراح ده عبارة عن ايه بقى؟ ان هو بيقول ان الدولة تحط ايديها على الودائع الدولارية او الحصيلة الدولارية اللي موجودة في البنوك بتاعة المصدرين. يعني حضرتك دلوقتي رجل اعمال، عندك شركات بتصدر بره البلد، فطبيعي انت بتصدر بالدولار، فالدولار ده بيخش حسابك في البنك. عايزك بقى ايه؟ عايزك انك انت تعمل تنازل للبنك اللي فيه الدولار ده، بانك تاخد ما يقابل الدولار بتاعك بالجنيه المصري. عشان ايه؟ اصل رجال الاعمال دول بياخدوا الدولارات دي يبيعوها في السوق السوداء عشان فرق السعر. يعني مش عارف سيادتك، ده انت الجهاز المصرفي للدولة نفسه بيشتري من السوق السوداء. والله العظيم انا ما شفت طالع ترفع الاريا اللي ايه يعني انتوا بتحكوها حك مع الحكومه. بسم الله ما شاء الله عليكم. يعني ادي النواب بتوع مجلس الشعب اللي بدل ما بيحاسبوا الحكومه، لا بيفكروا ويشغلوا دماغهم ازاي يخدموا على الحكومه حتى ضد المواطنين نفسهم اللي هم المفروض بيدافعوا عن حقوقهم. لا ده بيشتغلوا ضد المواطن مع الحكومه. مش فاهم والله العظيم. بسم الله ما شاء الله عليك. طب حضرتك لو فرضنا ان رجال الاعمال هيوافقوا على الخطوه دي، طيب احنا عارفين ان معظم انتاج بتاعنا اللي احنا بنصدره يعني بيحتاج مستلزمات انتاج من بره اصلا. يعني كل المنتجات المصريه داخل فيها خامات مستورده. انت بقى رد علينا، هو لما المورد ده الراجل المصدر ده يجي يحتاج دولار عشان يجيب الخامات دي، انت بقى هتوفره له ولا هتقول له روح هات من السوق السوداء؟